بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية دوب رواياتك هيستي قال جابر أكجين لما غفر الخندق لما غفر الخندق خندق أبقما قتمي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي تركجي خمسا بيل جبدو فانكفعت إلى امرأتي جارتي توتي غرانغلجي فقلت دوبا نينجي هل عندك شيء وامنا قبدا فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ربي تنركي خمسا شديدا بيل تجبدو بيل جبدو لا فأخرجت إليه فأخرجتني نابا بتجي جرابا في ساو من شعير مالجد جرابا في ساو من شعير سجوني تمرا خي سجرو ولنا مهمة نو في الموريتي تكاتي داجن كمانيات فزباتها نين كوريجي فطانت الشعيرة إسين الجربوس النداء تجي ففرغت نراوت تجي إلى فراخي فراخي راوتش مخيا وجين وقطعتها في برمتها قطيسي خيسن نينچ چرجي ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايغنا كم رسولات غرغلي فقالت دوبا غوخنا جتجي لا تفديني برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ان كان سين جتجي ومن معه نموت ساوج جيرو ان كان سين جتجي فجيته ايمال ابن يامتي چوسيتي بر دوبا تين لگاي فساررته سرين اتياسجي فقلت يا رسول الله جبانا أبو أحمد لنا وطعنت سامي شعير فتعال أنت ونفر معك سيفي جمع واتكون سيوجين كوتان جينجي فسعى النبي صلى الله عليه وسلم نبي للبن فقال دوبا جان يا أهل الخندق يا رمى بشكي وتجرو إن جابرا قد سنى سورا وداجة دلقي فأيالا بكم أجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دوبا نبي ربي نجي لا تنزلن برمتكم لا تنزلن برمتكم ولا تغبزن عجينكم حتى أجيء فجيت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت جيننا هنا رمانينيس زينا كده تشورا لين فتبي ختموس وقالي والجل الله لا نبر فأخرجت جيننا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك ثم قال إدي خابزة فلتغبز معك وقده من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه ونعرفوا وإن برمتنا لتخط كما هي وإن جيننا ليغبزن كما هو قوله لا ربي كان يخبر كيس خلت تجيبه ربي خنا خلونا ربي سبوتك ونما هم تكونياجس سيقول ربي الموريتي تكابي أرى الموريتي وقال لما لم تقوم في تعبر الموريتي يقول جنما خير ما تكابر خيرو تك نم تقوم بسم الله جن في تما بسم الله جن اتيم دا بتقول متى كايساريا كسبتا سوني جا مني نمني خمني تقول يجون خمني تقول نيات سبوت تقول جين ربي كن يخمم غبر جرو جراتا أنو كاسي سوني جيتشا ما تقول ذلك خدا دعاء إبر دعاء نبي جين كوشك غراني أو كتك غراني سوني تو كاسي برا كايسي جيتشا
قوله أردت قضية jechuun بدم الكاف إسكان الدال بالياء المثنات تاتا وهي قطعة غليظة dachii hordoo jechuun صلبة من الأرض dugda dachii irraa ta'e jechuun لا يعمل فيها الفاس akaafaan keessa kan dalayne والكسيب kasiib hogguu jedhamu أصله تل الرمل asliin si torroo jirachaati والمراد هنا arrammoo asitti سارت ni taate jechuun ترابا ناعما biyyee jiitu وهو معنى أهيلا maana ayalaati ولا سافي asaabii hogguu الأشجار التي يكون عليها القدر dhandhaarraa jechuun وتداغط jechuun تزاحم walitti rakkisinaa jechuun والمجاعة majaa hogguu jedhamu الجوع beela وهو بفتح الميم والخمس kamas hogguu jedhamu بفتح الخاء الموجمة والميم الجوع وانكفأت kamasii fi majaani tokkuma وانكفأت انقلبت garaan gale jechuun ورجعت ni deebi'e jechuun والبهيمة aya بدم الباء تصغير بهيمة وهي على ناق aya ilmoo ree jechuun بفتح العين والداجن التي ألفت البيت manatti mana bartee mana nyaattu jechuun والسور suura hogguu jedhamu الطعام الذي يدعى الناس إليه midhaan namatti yaama wadaaje jechuun وهو بالفارسية luqaa faarasaati luqaa faransaati وهيالا hayyaalaniin أي تعالوا kooftaa jechuun وقولها بك وبك jechuun أي خاصمته isan muggudde وثبته rabsite لأنها اعتقدت yaa qaanawaa jetteni isin ni adde أن الذي عندها midhaan isii bira jiru لا يكفيهم hin ga'u فاستحيت ni qaanfatte وخفي عليها duuba isiirra dhoyse ما أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم waan rabbiin nabiyyi isaatiin guddise Min isiirra dhoyse ejaan من هذه المعجزات الزائرة ijaa mul'attu kanarraa kan ta'e والآية الباهرة ayata mul'ataa kanarraa kan ta'e jechuun بسك jechuun أي بسك ni tufe jechuun ويقال أيضا بزك kanallee ni jaama ثلاث لغات Maqaasitii وأمد بفتح الميم أي كسد jechuun وقده jechuun أي يخرفي maari jechuun والمقدهة aya المرخفة ilfaa jechuun وتخط jechuun أي لغليانها صوت danfuu isiitiif sagalee jira jechuun وعن أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة Talaan akka jejan لأم سليم Suleymiiti قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم dhugaa sagalee rasuulaatiin dhagee ضعيفا warree ta'uudha أعرف فيه الجوع أعرف فيه الجوع keessa beekaa فهل عندك من شيء waasibira jiranii iyyan jan فقالت نعم jette فأخرجت as baafte jan أقراصا من شعير qerii garbuurraa ta'e ثم qerii أخذت biddeena garbuurraa ta'e خمارا لها asiinii fuute فلفت الخبز biddeena marte ببعده garii bootaa suni ثم دسته تحت ثوبي chuute jalannaa wali qabde وردتني ببعده garii naaf darbite ji ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم eeganaa kara rasuulaan ergite ji فذهبت به duuba biddeena suni nin deeme فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulaan arkeya جالسا في المسجد masjida keessa kataa'u ومعه الناس namni wajjin jiru فقمت عليهم irraan dhaabbadde فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم duuba rasuulin naan jeji أرسلك أبو طلحة sergee naan jee فقلت نعم hin jeeni فقال bii rabbii lijaan هل طعام nyaataaf sergee ji فقلت نعم nyaataan sergise mucaan hin jeeyya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulli jan duuba قوموا haa jedhe فانطلقوا ni deeman وانطلقت بين أيديهم duraan deeme ji حتى جئت أبا طلحة duubatti فأخبرته deeme فقال أبو طلحة talaan jeje duuba يا أم سليم Suleymi قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم dhugaa rasuulli dhufe jee بالناس nama fide وليس عندنا ما نطعمهم wanni nyaachifnu nu bira hin jirre فقالت intalti ajaa'ibaati maal jette jan duuba الله ورسوله أعلم rasuulaa beekaa jette jan duuba فانطلق أبو طلحة aya حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم isin ragguu fuula harkate das goote rabbuma rasuulaa beekatan adda isii godhe bara afaan ba'uudhaaf deeme rasuula abu talaan فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulli as galagala معه isaa wajjiin حتى دخل hanga seenutti فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم duuba rasuulli jaan هلمي ما عندك يا أم سليم beewaasi bira jira as kan ni gaaje فأتت بذلك الخبز sun fidde je فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول التجن ففت لجرا ما وأسرت عليهم سليم لو بيرجم فيت أكة شكاتي فادمت دا ثم قال في جبت دوبا ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خيسجان ما شاء الله ربي فري أن يقول جتشو ثم قال إيغاناجا إذا لعشرة قراني فجمع قولي فأذن لهم جمع قولي أبي فأكلوا جريني نياتن حتى شبعوا تقو فانتي ثم خرجوا ربان ثم قال نبينجان إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم حتى أكلوا القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجالا تبي جلالا أو 80 تبي ini bidena kini yajum bidena kasu hal katamuran angkat sakanya dalla متفق عليه kada rabbi jicum mesha muslima kan rabbi وفي رواية فما زال يدخل عشرة كنا سنو راوانتم ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد angga maljat حتى لم يبق منهم angga isane rana firit أحد إلا دخل yosene فأكل حتى شبع angga kufut ثم أياها egana rasul lolite فإذا هي مثلها kono kuma durani jena حين أكلوا منها kuranyatan وفي رواية waya takati فأكلوا عشرة kurani nyatan jena حتى فعل ذلك ب80 رجلا kami tengga sunte lagu ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم nabi rabbi bini nyatan بعد ذلك angga jarun di nyatan وأهل البيت warri manalen وتركوا سورا ambala kisan jena mas وفي رواية ye waya takati ثم أفضلوا itir feisan jena ما بلغوا جيرانهم janille وفي رواية أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم rasulatin dubeji يوما ya takam فوجدت جالسا مع أصحابي taunar ke وقد سببتنه بإصابة rasa eden فقلت عبادي أصحابي sabotatin linje لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuli mahidan jeni بطنه rasa فقالوا من الجوع mahidan jeni فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج سليم sa muslimiti وهو زوج سليم بنت ملحانة para ada sati aya فقلت injeni يا أبتاه abo قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم lugar rasul rabbi ini narke أصاب بطنه بإصابة king kagara saide فسألت بعد أصحابه sabotan inga bade فقالوا من الجوع eden anjeni فدخل أبو طلحة ya guru tima butalan gajet masenya على أمي ayorang فقال هل من شيء wasbira jeni فقالت نعم ini jiran عندي كسر من خبز maljet عندي كسر من خبز ini bidena takkan nabi jira وتمرات timirawa wati ko jira فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yo rasulin utufe وعده wasa أشبعناه ko senam وإن جاء آخر معه ni biro wajinufe قل عنهم rati kata yatte وذكر تمام الحديث itu ati sarawina kasidubate ejan باب في القناعة ajjarabullah